السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. رمضان كريم. يوم النهاردة كده كان حلو قوي ومحضرناش فطار عشان كنا معزومين. كان اول يوم في رمضان. يلا بينا نسمي بالله ونسمي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عظيما، امين يا رب العالمين. ما تنسيهمش بالدعاء يا جماعة. احنا مش في ايدنا حاجة ليهم الا الدعاء، وربنا هو اللي ينصرهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى نشوف احنا بنعمل ايه. معانا كده، قلت انا فاضية النهاردة ما عنديش فطار، فقلت هعمل كركديه. لان احنا في رمضان مشروبنا الجميل جدا في رمضان اللي بنرتاح ليه قوي. مش بنجيب تمر ولا حاجة، لان التمر طبعا حاجات صناعية وكده. انما الكركديه حاجة طبيعية وحلوة قوي. فحطيت كده شوية من الكركديه، ما تكتريش. قيمة مثلا كوباية ولا حاجة، كوباية من الصغيرة دي. وحاطين عليها مية سخنة، وهنسيبه كده يدوب يغلي غلوة واحدة بس. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اول ما غلى جيت طفيت النار. بصوا، خلاص على كده، ما تخليوش يغلي كتير قوي عشان هيمرر منك. يدوب بس يقلب قلبة واحدة بالشكل ده. بصوا اللون بتاعه بدأ ينزل. في ناس بتنقعه وفي ناس بتغليه قوي كتير قوي. فانا مش بنقعه طبعا. هو لما تنقعيه شوية هيبقى حلو يعني. ولكن مش هيرمي معاكي اكتر. فاحنا بنغليه غلوة واحدة بس بالشكل ده. ونزلت عليه بعد كده بمية من الحنفية عادي. وبعد ما برد خالص خالص هنصفيه كده. بصوا بالشكل ده. لازم لما يبرد خالص يا بنات. بص اللون كمان جميل جدا. شايفة عمل معانا كمية قد ايه؟ ولسه هنحط عليه مية كمان عشان هو لسه تقيل. زي ما انتم شايفين كده، انا صفيته وبعد كده حطيت مية في على الكركديه اللي هو مغلي ده. فلسه طبعا بينزل لون. بصوا هنا محتاج شوية، فهزوده شوية من المية. بس لونه تحفة التحفة، وحاجة صحية قوي وجميل جدا جدا لما تشربيه كده ساقع على الفطار، او بعد الفطار كده اللي بعد التراويح. حاجة جميلة قوي. هنحط بقى السكر. السكر طبعا على حسب انتي عاوزاه بقى مسكر، عاوزاه يبقى خفيف. سكره خفيف، احنا بنحبه السكر بتاعه ما يكونش تقيل قوي. لما يكون خفيف كده بيبقى جميل جدا يعني، ما تشبعيش منه خالص. وهنقلبه كده بالمضرب او حاجة. ومعانا هنا ايه الازايز بتاعتنا. غسلت كده الازايز وهحط فيها القمع عشان يسهل عليا وانا بصب الكركديه. طبعا احنا بنستخدم الكركديه دلوقتي، هو كان بارد خالص خالص يا بنات، ما ينفعش نستخدمه وهو سخن. طبعا هنعبي الازايز بالشكل ده. فطبعا القمع في المرحلة دي بيعمل يعني بينفعني قوي، علشان بيساعدني ان الكركديه ينزل بكل سهولة بالشكل ده. انا استغليت بقى ان انا مش هحضر فطار بقى والكلام ده. فعلقت زينة كده للمطبخ، عملت الكركديه، وعملت شوية حاجات كده حلوة. ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وكل سنة وانتم بألف خير يا رب. هنعبي كمان الازازة التانية. بصوا بيبقى احساس جميل قوي لما تبقي فاضية كده، مش وراكي فطار. بس صدقوني بتبقى الفرحة كده وانتي بتحضري بقى الفطار وكده وانتي صايمة. بتاخدي سواق. وكمان بتكون في فرحة كده جميلة قوي. نكون مبسوطين كده واحنا بنحضر الفطار، عشان احنا في رمضان كده يا جماعة. احنا في رمضان ولا ايه؟ فانا ببقى مبسوطة قوي وانا بحضر الفطار على فكرة. مش هنكر ان هي بيبقى الواحد يعني مرتاح شوية، ولكن بتبقى حلوة. المهم صبينا كده. عبينا الازاز بتاعتنا كلها وطلعت معانا ما شاء الله الكمية دي. هحطهم بقى ايه في التلاجة عشان يسقعوا كده، نبقى نشرب منهم بقى على الفطار، على بعد التراويح. بتبقى حاجة جميلة قوي وساقعة كده وحلوة. بصوا بقى الزينة، جبنا زينة كده وعملناها. اشتريت زينة يعني وعلقتها بالشكل ده. ما صورتش معاكم عشان ما كنتش عارفة الصراحة. والله كنت عاوزة اصور معاكم، بس بصراحة كده ما عرفتش يعني.
فقلت اصورها لكم كده بعد ما اخلصها. فاكتبوا لي كده رأيكم في الكومنتات، الاول كان احسن ولا بعد الزينة كده بقى احسن. انا عجباني قوي لانها ادت شكل حلو قوي للمطبخ. فقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات. وكمان جبت الصبانة كده او الحاجة اللي بحط فيها البريل والسلكة كده. بصوا جميلة جدا، حلوة قوي، عجبتني قوي. ببقى معلقاها كده في الحنفية بتاع المطبخ. كنت اعلقها في الكبيرة دي، في الحنفية الكبيرة، وبعد كده معرفتش فعملتها في الحنفية بتاع الفلتر. قولوا لي برضو رأيكم فيها، ولسه كمان في تجديدات بإذن الله تعجبكم. وما تنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. هنا طبعا كده كان المغرب خلاص هيأذن. فمشيت كده ايه، عشان احنا معزومين طبعا زي ما قلت لكم. معزومين عند اخت جوزي، ربنا يديها الصحة يا رب يخليها لنا. فقلت ايه اعمل انا الملوخية عشان اصور لكم. انا لقيتها عاملة كل حاجة، ربنا يديها الصحة يا رب. واسمعوا كمان صوت الطشة، كلنا بنحب نسمع الصوت ده. ما شاء الله كان شوية ملوخية يا جماعة قمر جدا. انا ما عملتش الا شوية الملوخية كده بس، علشان لقيتها عاملة كل حاجة. مش عارفة شكلي كنت مأخرة عليها او كده، مش عارفة، بس هي شطورة وعملت كل حاجة. فربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لنا. فهنغرف كده. كانت ما شاء الله عاملة رز، وعاملة محشي كرنب، وعاملة الملوخية، وعاملة لحمة يعني ما شاء الله، وسلطة. بصوا ما شاء الله الرز بتاعها كمان جميل. وهي دي السفرة بتاعتنا، سفرة أول يوم رمضان. ما شاء الله جميلة جدا. وبس كده، والفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون خفيف كده وعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وهنا اقول لكم سلام.